السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي مزيان؟ كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير، ومرحبا بكم في قناه عيشه ناتوريل. اليوم البنات بغيت نشارك معكم لي كوكلي معمرين بالشعريه الصينيه، كيجيو رائعين. عندنا البنات هنا لي كوكلي، انا راني غسلتهم مزيان مزيان، واحد التغسيله من داك الشيء الرفيع البنات. دابا نشاركها معكم، ودابا غادي ندوز البنات باش ندير ليهم التشرميله اللي غادي نشرم لهم بها. غنحتاج البنات هنا في التشرميله، غنحتاج واحد المعلقه كبيره ديال خرقوم عود اللي طحنته انا على يدي باش كتبقى النسمه ديالو زوينه. الا كان جديد البنات هكا تتبقى كيعطي النسمه ديالو. وكذلك غنحتاج لواحد معلقه صغيره ديال الابزار، ولا الابزار كديروا على حساب الذوق ديالكم، الا كان حار ولا الا عندكم وليدات صغار وداكشي يعني ما تكثروش الابزار. وكذلك غنحتاج لواحد المعلقه ديال مخلطه بين قعقله وبسيبيسه. اللي ما عندهاش قعقله وبسيبيسه وعندها العطريه تاع الدجاج دير العطريه ديال الدجاج. وغادي ندير البنات واحد المعلقه صغيره ديال السكنجبير اولا الزنجبيل يعني مطحون، حتى هو البنات كنطحنوا على يديا. ديما العطريه البنات كتكون زوينه الا جبتوها وطحنتوها على يديكم، يعني كتبقى النسمه ديالها ماشي بحال جبتوها هكاك طاحنه من عند العطار اولا ديجا هو طاحنه كتبرد فيها النسمه ديالها. المهم البنات، وكندير واحد شويه ديال الملح، من الاحسن ما ديروهاش حتى الاخر باش تذوقوا. دابا يا البنات هنايا غادي نحتاج واحد 3 دروس ديال الثومه، يكونوا شويه كبارين، غادي نحكهم. غادي ندير البنات واحد الضمه ديال الزعفران، هذه اختياريه، هذه كتجي كتعطي غير اللون زوين وحتى النسمه طبيعه الحال كتعطي واحد شويه د النسمه. ولكن اللي ما بغاهاش يدير زعفران شعره الا عنده. وغادي ندير واحد شويه ديال القزبور مع المعدنوس مقطعين صغير صافي. وغادي ندير دابا البنات غادي نخلط هاد العطريه كامله غندير بعدا واحد شويه ديال الحامض، واحد شويه د عصير الحامض. هانتوما غادي نعصر واحد نص حامضه. ضروري البنات ديروا الحامض، عصير ديال الحامض في التشرميله ديال الدجاج كيجي زوين صراحه ضروري. غندير البنات واحد شويه تقريبا معلقه صغيره ديال السمن الحار في هاد العطريه هذه في هاد التشرميله. وغادي نخلط كلشي بواحد شويه ديال الماء عادي، الماء ديال الروبيني عادي، يعني ما سخون ما بارد. ما نساوش البنات واحد المعلقه ديال لا موطارد، هذيك الموطارد البنات الصراحه لا موطارد كيعطي التشرميله ديال الدجاج واحد نسمه زوينه، واحد المذاق زوين. اللي ما عندوش يمكن يستغنى عليه، ولكن راه تيعطي واحد المذاق خطير الصراحه. صافي البنات غادي نخلط كلشي ديك العطريه كلها. وسمحوا لي البنات راه ما كتبانش لكم الطبسيل ما تشدش مزيان، غادي نوري لكم من بعد الطبسيل ما تشدش مزيان فاش كنت ما رديتش البال الكاميرا. المهم صافي هنا كنخلط. هانتوما يا البنات ها هي التشرميله ديالنا. هانتوما ما تكثروش البنات الماء، خاص التشرميله تجي هكا شويه خضره ما تكونش جاريه. صافي هنا غادي نهز لي كوكلي ديالي، راه غسلتهم البنات كي قلت لكم، ما نسيت ما قلت لكم باش غسلتهم. المهم شي نهار غنشارك معكم الطريقه باش كنغسل الدجاج. غسلتهم البنات بالملحه، يعني في الاول ما كنديرش الماء، كي كنجيب الدجاج من عند مول الدجاج كنحكو بالملحه، الملحه العاديه الغليظه ديال الحانوت، الملحه العاديه تنحكو مزيان البنات بالملحه. كنحيد ليه داكشي اللي فيه كاع فيه، تنحيدو ليه غير بالملحه بلا ما. من بعد البنات شي دوك الجلادي وداكشي اللي تيكون داخل كنحيدو بالملحه. من بعد كنشلل الدجاج كنشلو بالماء، يعني كنشلو مزيان من ديك الملحه. من بعد البنات كنشد الطحان الكهربائي كندير فيه الحامض، يعني على حساب الدجاج. الا كان الدجاج كثير راه كنكثر الحامض.
كندير الحامض، يعني الحامض حامضه كامله بالجلده ديالها، وكندير بطبيعه الحال كنقطعها، وكندير الخل، وكندير البنات سكنجبير طري. سكنجبير طري هكا كنشريه هكا، كنقطعو طراف وكنلوحو في الطحان الكهربائي، وكنطحن كلشي بالماء. وتيلا عندكم البنات الزنبوح، داك الليمون اللي تيقوليه الزنبوح، هذاك حتى هو كيصرع، كيعطي واحد المذاق زوين للدجاج الصراحه. صافي كنطحن داكشي كلشي في الماء، وتنرقد فيه الدجاج. كنرقدو فيه فوق ساعتين، خليه حتى نص نهار اولا ليل كامل ماشي مشكل. صافي من بعد عاد كنهزو، كنعاود نشلو مزيان بالماء، الماء عادي، كنعاود نشلو مزيان من داك الحامض وداك السكنجبير وهذا. صافي وكنخليه يسقطر. ضروري البنات الدجاج ملي تغسلوه خصو يبقى يعني تيسقطر مزيان من الماء، نشفوه. المهم خصو ينشف مزيان. عاد كنشرملوه بهذه الطريقه دابا اللي كتشوفوا معايا انا دابا. راه هاد المراحل كلشي دوزتهم ما شفتوهمش معايا. خليت الدجاج تسقطر مزيان، تنشف مزيان. عاد بديت كنشرملو بهاد التشرميله اللي شفتوا معايا دابا البنات. هكا الدجاج كيخلي يعني داك ملي كينشف، ملي كيكون شارب مزيان فداك الحامض مع السكنجبير والخل، تيجي طري، تيجي رطيطب، فهمتي؟ في الماكله ديالو ما كيكونش ناشف ولا قاصح. وعاوتاني ملي كتخليه ينشف، هذيك النشوفيه كتخليه يشرب ديك العطريه اللي درتي ليه، هاد التشرميله هذيك كيشربها مزيان. المهم البنات، ها نتوما معايا، نتوما راه شفتوا شرملت الدجاج ديالي مزيان من الداخل ومن برا، بين الفخيضات بين الجلده، يعني كتدخلوا العطريه في الدجاج مزيان. ودابا يا البنات غادي نخليه تاني تقريبا ليله كامله. انا هنايا صايبته، انا دابا غسلته البارح بالليل وخليته يترقد في داك الماء ديال الخل، وسقطرته، يعني بقى مده هو مسقطر. دابا راه واقيلا الصباح هذا باش نط شرملته، وغنخليه من الصباح حتى العشيه. المهم البنات، قد اللي بقى عاوتاني الدجاج كيشرب في هاد العطريه راه مزيان. دابا غادي نغطيه انا بالسلوفان وغادي ندخلو للثلاجه باش نخليه يشرب مزيان في هاد العطريه. انا راه هزت لكم الصباح، غادي نطيبو في العشاء، يعني ما غنطيبو حتى العشيه، فهمتوا؟ ها نتوما معايا البنات. هنايا البنات عندي الكبده سلقتها في الماء مع ورقه سيدنا موسى وازير والثومه وواحد شي طريفات ديال الحامض، سلقتها مزيان. صافي دابا هنا غناخدها، غادي نقطعها طريفات وغادي نقسمها، شويه غنديرو مع الدجاج وشويه غادي نديرو مع الحشوه اللي غنعمر بها دوك لي كوكلي، واحد شويه اخر غادي نديرو مع الرز اللي غادي نقدمو مع الدجاج. صافي هنا المهم كنقطعها هكا شويه وغادي ناخذ البنات دابا هاد الكبده غادي نفرقها. غادي ناخذ شويه غنخلطو مع الدجاج يطيب معاه، وشويه غادي نخلطو مع الرز، وشويه غادي نخلطو مع الشعريه الصينيه. صافي البنات غادي دابا نجمع الحشوه اللي غادي نعمر بها لي كوكلي. المهم دابا عندي هنايا الكبده وعندي الشعريه الصينيه اللي رقدتها في الماء سخون. دابا غادي نقطعها باش يكونوا طريفات هكا صغار، باش يجيو زوينين في ياكل بنادم هكايا في الدجاج، ما يكونش يخرج ديك الشعريه طويله هكايا. المهم اللي عندها الهاشوار راه يمكن تطحنها في الهاشوار باش تجي صغيره، اللي ما بغاش زعما تكون باينه بحال هكا بزاف يطحنها، ويطحن معاها حتى الزيتون الا ما بغاش حتى هو يبان، حيت هو غادي نديرو في هذه الحشوه. صافي المهم هنايا كنقطع الشعريه الصينيه. هاد الحشوه غادي نضيف ليها يا البنات، غنضيف ليها الزيتون كي قلت لكم، اللي بغاه يجي ما باينش يطحنوا مع الشعريه الصينيه اولا يقطعوا غير بالموس ماشي مشكل. غادي ندير البنات مع هاد الحشوه كذلك غندير معها الحامض مصير، غندير غير اللب ديالو. من الاحسن يكون هاد الحامض هذا اللي تيكون معسل، تيجي زوين الصراحه، عنده واحد المذاق زوين. غادي نحيد دوك الحبيبات ديالو وغادي نقطعوه هو غير اللب، يعني غير واحد الربيع ديال الحامضه، غادي نقطعوه شويه صغير
هكا باش غير ما يبانش، كيعطي واحد النسمه الصراحه زوينه. غادي نضيف البنات شويه ديال الشامبينيون اللي شحرته مع شويه الزبده مع وشويه الزيت، ودرت ليه شويه ديال الملحه وشويه ديال الثومه غبره. اللي ما عندوش ثومه غبره يدير واحد دريس ديال الثومه ولا نص دريس، صافي شويه ديال البزار. صافي البنات هادشي اللي غادي نضيف مع هاد الحشوه هادي. غادي نقطع هاد الشامبينيون هكا، اللي ما كيبغيش يكون باين يقطعو، اللي بغاه يكون باين يخليه طراف هكا كبار. غادي نضيف البنات كذلك واحد شويه ديال الهريسه، هذه كتبقى على حسب الذوق، قد اللي بغيتو د الحار كتزيدوه. وغادي ندير كذلك شويه ديال الصوجا. صوص الصوجا من الاحسن تكون ثقيله، هي اللي كتجي زوينه في الحشوات اصلا. لا صوص الصوجا الثقيله هي اللي كتكون زوينه، كتكون زوينه احسن من الاخرى اللي كتكون خفيفه. صافي كنعاود نزيد شويه ديال القزبور مع المعدنوس. شويه ديال لا موطاردا البنات، تيبقى اختياري، بغيتي تضيفيه كتضيفيه، ما بغيتيش ماشي مشكل، المهم حتى هو كيزيد النسمه ديالو. صافي دابا غادي نخلط هاد التخليطه كامله. بالنسبه للكبده، الا بغيتي ديرها طريفات صغار راه كديريها، بغيتي تخليها هكاك باينه شويه كتخليها باينه. وكذلك البنات اللي بغى يزيد الكفته راه تيشحرها وكيضيفها لهاد الحشوه هادي، حتى هي كتجي زوينه. هاد الحشوه يا البنات يمكن نعمر بها حتى الدجاج اللي كنطيبوه في الفران، يعني ماشي غير لي كوكلي، يمكن نعمرو بهم حتى الدجاج. واللي ما تيبغيش البنات الشعريه الصينيه يمكن يدير ابلي. عرفتوا البنات ابلي حتى هو كيجي رائع. اللي ما كيبغيش هكا الشعريه الصينيه ما كتعجبوش يحيد الشعريه الصينيه ويدير ابلي بنفس الطريقه، غير هو ابلي خاصو يكون مسلوق، تسلقوه في الاول. صافي البنات المهم هذه هي الحشوه ديالنا اللي غادي نعمرو بها لي كوكلي ديالنا. دابا خصنا ندوقوها في هذه المرحله، لا تكون خاصها الملحه او لا خاصها، المهم خصنا نقادو الذوق، يعني ندوقوها ونشوفوا ياك ما خاصها شي حاجه. لا خاصها شي حاجه بحال الحموضه نزيدوها، خاصها شويه ديال الملح نزيدوها. هنا البنات انايا غادي نزيد شويه ديال الصوجا، هانتوما كيف كتشوفوا معايا غادي نزيد واحد شويه ديال الصوجا. المهم وانا تنخلط وكندوق حتى كنقاد الذوق كيف ما بغيتو انا. حتى بالنسبه للحروره، بالنسبه للملوحه، الحموضه، حيت حنا دايرين مصير. صافي البنات المهم هذه هي الحشوه اللي غادي نعمر بها انا لي كوكلي، وها نتوما معايا. دابا يا البنات غادي نجيب الدجاج اولا لي كوكلي اللي غادي نعمرهم. ها هما يا البنات من بعد ما خليتهم تقريبا نهار كامل من الصباح حتى العشيه البنات، وهما تيشربوا في ديك التشرميله اللي درت لهم. دابا غادي نزيدو باش نعمرهم بديك التخليطه اولا ديك الحشوه. ها نتوما يا البنات شوفوا راه تيبان شارب مزيان ديك التشرميله. هنايا البنات غادي ناخذ واحد شويه ديال هاد التشرموله هادي، وغادي نضيفها على ديك الحشوه اللي غنعمر بها لي كوكلي هكا باش يتنسم حتى هو بهاد النسمه ديال الدجاج. صافي وغادي نخلط وغادي نعمر به لي كوكلي. وها نتوما معايا البنات.
هنا من بعد ما عمرتهم كاملين بديك الحشوه، خديت الطاوه اللي غندخلها للفران وفرشت ليها بصيله، درت لهم بحال هكا البصله يعني مقطعه دوائر. غادي ندير شويه ديال البزار وكذلك شويه ديال الملحه، ما نكثرش البنات، وكي قلت لكم دائما الملحه كنخليوها هي الاخرى. وكندوقوا يعني حتى كندوق ديك لاصوص اللي عطات لي ديك الحشوه اللي عمرت بها الدجاج، وديك التشرميله اللي شرملت بها الدجاج كذلك. كنشوف ياك ما زايده ملحه، الا كانت زايده ملحه كندير بالنقص من الملحه. هنايا كانت ناقصه ملحه كندير شويه الملحه، يعني الملحه كتبقى على حسب الذوق ديالكم. صافي البنات، هنايا راني عمرت لي كوكلي وسديتهم بالكيردون وكنستفهم في الطاوه اللي غندخلها للفران. صافي دابا غادي نوريكم كيفاش سديتها بالكيردون، خليت وحده باش نشاركها معكم. هنا ملي كنعمر البنات لي كوكلي كنجمعهم، يعني تنجمعها، ما عرفتش كتبان لكم مزيان، يعني تنجمع ليها الرجيلات ديالها بحال هكا تنجمعهم بالكيردون. كنشد واحد الكيردون بحال تنخيط به، راه باينه الطريقه، باينه وسهله. صافي تنبقى هكا وانا كنجمع. ما بغيتوش يمكن لكم تخيطوهم البنات، يعني بحال انا كتجينا الطريقه سهله. ملي كيطيبوا كنبدا نحيد دوك لي كيردون، كتبقى الدجاجه شاده في راسها. يعني حتى الدجاج الكبير ملي كنبغي نديروه في الفران هكا كندير ليه، كنسدو غير بالكيردون، كنجمعو حتى الجنيحات ديالو الا بغيت نجمعهم تنجمعهم غير بالكيردون. صافي المهم هانتوما كيف كتشوفوا في الفيديو، هاد الطريقه هي اللي كندير. صافي البنات، ملي كنعمروا لي كوكلي ديالنا وكنجمعوهم مزيان كنستفوهم في الطاوه، وكنديروا دوك العنيقات اللي ديال لي كوكلي كنديرهم حتى هما باش يطيبوا. كندير واحد شويه ديال الكبده اللي حيت اللي شفتوا معايا في الاول، كنديرها حتى هي مع هاد الدجاج هكا، حيت الدجاج غيطلق لينا لاصوص ديالو، وغادي طيب فيهم هاد الكبده هادي. والكبده راه كيشفتوا ديجا سلقتها في الماء. صافي غادي ندير البنات كذلك الزيتون كيبقى اختياري، وكيبقى النوع اللي كيعجبكم كديروه. صافي البنات غادي ندير مازال واحد شويه ديال الزيت من الفوق. المهم هنا غادي ندير حتى شويه ديال المصير، هانتوما البنات حتى هو غادي نديرو. صافي وغادي ندير شويه ديال الزيت من الفوق وشويه ديال الزبده، وغادي نسد البنات على الدجاج ديالي. غادي ندير بابي كويسون، وغادي ندير بابي الومنيوم. صافي هنا راه ضفت غير ديك لاصوص اللي طلق ليا الدجاج، ديك التشرميله اللي شاط ليا في الطبسيل ضفتها فوق الدجاج. صافي غادي نسد على الدجاج ديالي بابي الومنيوم، وغادي ندخلو للفران البنات. الفران انا كنشعلو من التحت ومن الفوق، وكندير الطاوه في الوسط. دابا البنات خديت الجميله، غندير فيها الزيت البلديه وزيت الزيتون، خلطها مع الزيت الروميه ماشي مشكل.
غادي نضيف عليها واحد جهد بصله كبيره شويه، ملحه، هنا غادي نضيف البنات واحد شويه ديال الملحه، لا تشحر ليا واحد شويه، غادي نضيف كزبره ومعدنوس مخفين، ملي تشحرات ليا البنات البصله مزيان في الزيت، في داك شويه الزيت، غادي نضيف دابا العطريه اللي غادي نضيف فيها التحميره، عندنا التحميره يا البنات اولا بابريكا، وغادي ندير هنايا واحد شويه ديال قعقله مع بسيبيسه مطحونين، قعقله اللي هو الهيل كنطحنهم مع بسيبيسه، اللي ما عندوش يمكن يدير العطريه تاع الدجاج. صافي كذلك غادي نضيف واحد شويه ديال خرقوم عود، هنا غادي ندير واحد شويه ديال الزنجبيل اولا سكنجبير، نضيف البنات شويه ديال البزار كيبقى على حسب الذوق، وغادي ندير شويه ديال الكمون ما نكتروش البنات الكمون، والكمون تيكون زوين البنات تا هو الا جبتوه كطحنوا عليه يديكم. العطريه كامله اللي كتكون كتجيبوها مطحونه من عند العطار كتبرد ما كتبقاش فيها النسمه، الاحسن العطريه نطحنوها على يدينا اولا ملي نكونوا عند العطار ناخذوها ما مطحوناش يعني ويطحنها لينا ديك الساعه. ما عدا الكمون ضروري خصنا نجيبوه نقيوه. درت البنات واحد شويه ديال الهريسه كتبقى اختياريه. دابا غادي ندير شويه ديال الثومه، اللي عنده الثومه غبره يدير الثومه غبره حتى هي كتجي زوينه. صافي هنا كنخلط كلشي البنات، العطريه مع ديك البصله، وكنخليها تشحر واحد شويه، وكنرد البال البنات ما تحرقش ليا العطريه، ضروري هنا خصكم تردوا البال باش ما تحرقش لكم العطريه. كيف كتشوفوا البنات دابا هنا تشحرات ليا الروز، تشحرات ليا البصله مزيان مع العطريه. دابا غادي نضيف زلافه ديال الروز، كديروا الروز اللي عندكم البنات، ماشي ضروري ديروا بحال هذا اللي درت انا. درت هنا الروز بسمتي، يعني كديروا نتوما الروز اللي بغيتو. صافي تنخلط الروز مع ديك البصله وديك العطريه. الروز البنات راه نقيتو وغسلته، صافي غادي نضيف عليه دابا الماء من بعد ما نحركو مزيان. غنضيف عليه الماء، انا شاعله البوطه. صافي البنات غادي نضيف الماء غادي يكون سخون، القياس اللي غادي يطيب فيه الروز تقريبا. الا بغيتو بالعبار كديروا 2 زلايف، انا دابا درت زلافه ديال الروز، غديروا 2 زلايف ديال الماء. ديما الروز كنديروا الدبل ديالو ديال الماء.
هنا البنات غادي نضيف الكبده وشويه تاع الزيتون. هاد الكبده كتبقى اختياريه، بغيتو تضيفوها كتضيفوها، ما بغيتوش راه كتكتفيو غير بالرز بوحدو. هما يا البنات لي كوكلي فاش طابو راه دهنتهم شويه د الزبده وحمرتهم في الفران. الرز درتها هي الوسط، وفي الجنابه البنات درت المرقه اللي طاب فيها الدجاج، طيبتها واحد شويه في الكاسرونه ودرتها في الجناب هي وديك الكبده اللي طابت معاهم. صافي البنات، كنتمنى يعجبكم الطبق، وما تنساوش تشاركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس باش يوصلكم الجديد.